بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي وحبايبي وأصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع أحمد الأفندي. الحقيقة بس عندي أهلا بكم في فيديو جديد. والفترة اللي فاتت أحداث، تفاصيل، مواقف كتيرة جدا جدا جدا. في البداية بس زي ما احنا متعودين عاوز أقول لكم نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ما تنساش تنتشر لايك في الفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس على الكل. حابب أتكلم معاكم في موضوع اللجنة الأولمبية وتفاصيل مباراة القمة ما بين النادي الأهلي والزمالك اللي كانت المفروض تقام يوم 11/3، ولكن الأحداث اللي انتوا عارفينها اللي بوافيكم بيها أول بأول. القصة وصلت لفين؟ هقولك إنها دلوقتي في لجنة فض المنازعات في اللجنة الأولمبية. وصلت إيه بقى الحكاية دلوقتي؟ إن اللجنة بعتت لاتحاد الكرة أكتر من مرة عشان يقدر ياخد منها رد والتحقيق يستمر، ولكن اتحاد الكرة رفض يرد وما ردش وما اهتمش. الحالة دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هيحصل بيضعف موقف اتحاد الكرة طبعا. ولكن عايز اقول كمان ان الحكاية كده فيها لعب من تحت لتحت. مش عارف، حاسس ان في الموقف في حاجة غريبة يعني. القصة دي رايحة لفين محدش يقدر يحكم فيها، لان داخل فيها وزير الرياضة، وداخل فيها جهات سيادية، والموضوع محدش يقدر يحكم عليه هيوصل لفين، لأنه صعب وكشف أوراق كتير وعمل أحداث كتير في الموضوع ده، ومحدش يقدر يتكهن بإيه الموقف أو إيه اللي هيتم في الفترة اللي جاية. كمان منتخب مصر هيلعب مع أثيوبيا، ونتمنى النتيجة تكون كويسة ما بين منتخب مصر وأثيوبيا، يكون لصالح مصر، لأن منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بيواجه انتقادات كتيرة جدا عشان الأداء مش كويس واختيارات اللاعبين واستبعاده لإمام عاشور. القصة دي برضه عملت شوية قلق. هنشوف ايه اللي هتسفر عنده الأحداث في الفترة اللي جاية. بس ما تنسوش تدعمونا عشان نستمر معاكم بالتفاصيل وبالأحداث. وانتوا عارفين دايما ان الحقيقة بتلاقوها هنا والتفاصيل بتلاقوها هنا، ولكن الفترة اللي جاية هيكون في أحداث أكتر وأكتر. نتمنى تكونوا مستمرين معنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية. تحياتي ليكم وأشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي وحبايبي وأصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع أحمد الأفندي. الحقيقة بس عندي أهلا بكم في فيديو جديد. والفترة اللي فاتت أحداث، تفاصيل، مواقف كتيرة جدا جدا جدا. في البداية بس زي ما احنا متعودين عاوز أقول لكم نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ما تنساش تنتشر لايك في الفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس على الكل. حابب أتكلم معاكم في موضوع اللجنة الأولمبية وتفاصيل مباراة القمة ما بين النادي الأهلي والزمالك اللي كانت المفروض تقام يوم 11/3، ولكن الأحداث اللي انتوا عارفينها اللي بوافيكم بيها أول بأول. القصة وصلت لفين؟ هقولك إنها دلوقتي في لجنة فض المنازعات في اللجنة الأولمبية. وصلت إيه بقى الحكاية دلوقتي؟ إن اللجنة بعتت لاتحاد الكرة أكتر من مرة عشان يقدر ياخد منها رد والتحقيق يستمر، ولكن اتحاد الكرة رفض يرد وما ردش وما اهتمش. الحالة دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هيحصل بيضعف موقف اتحاد الكرة طبعا. ولكن عايز اقول كمان ان الحكاية كده فيها لعب من تحت لتحت. مش عارف، حاسس ان في الموقف في حاجة غريبة يعني. القصة دي رايحة لفين محدش يقدر يحكم فيها، لان داخل فيها وزير الرياضة، وداخل فيها جهات سيادية، والموضوع محدش يقدر يحكم عليه هيوصل لفين، لأنه صعب وكشف أوراق كتير وعمل أحداث كتير في الموضوع ده، ومحدش يقدر يتكهن بإيه الموقف أو إيه اللي هيتم في الفترة اللي جاية. كمان منتخب مصر هيلعب مع أثيوبيا، ونتمنى النتيجة تكون كويسة ما بين منتخب مصر وأثيوبيا، يكون لصالح مصر، لأن منتخب مصر
نتمنى النتيجة تكون كويسة ما بين منتخب مصر وأثيوبيا، يكون لصالح مصر، لأن منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بيواجه انتقادات كتيرة جدا عشان الأداء مش كويس واختيارات اللاعبين واستبعاده لإمام عاشور. القصة دي برضه عملت شوية قلق. هنشوف ايه اللي هتسفر عنده الأحداث في الفترة اللي جاية، بس ما تنسوش تدعمونا عشان نستمر معاكم بالتفاصيل وبالأحداث. وانتوا عارفين دايما ان الحقيقة بتلاقوها هنا والتفاصيل بتلاقوها هنا، ولكن الفترة اللي جاية هيكون في أحداث أكتر وأكتر. نتمنى تكونوا مستمرين معنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية. تحياتي ليكم وأشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله. سلام.